نقاط. إذا المنتخب المغربي سيواجه إسبانيا في الدور المقبل، دور 16. جابر نعمون، المغرب بقوة مرة أخرى ينجح في عبور عقبة المنتخب الكندي ويتأهل ب7 نقاط في صدارة المجموعة رفقة كرواتيا في مجموعة عرفت مغادرة بلجيكا الأراضي القطرية في مفاجأة أخرى من مفاجآت هذا المونديال. والله لما نتحدث على مجموعة بلجيكا وكرواتيا والمغرب وكندا، شوف راح نتكلم لك على شيئين. بلوز امبورطون سي المنتخب المغربي، راح نتكلموا على الركراكي. السر في هذا المنتخب، تفكرت واحد اليوم التصريح تاع رئيس الجامعه المغربيه. جابر معذره عن المقاطعه، ما نقدروش نقولوا يعني عوده نصيري، عوده حمد الله، عوده زياش كانت لها ربما دور اكبر من الركراكي. هذا هو الشيء اللي لانه المنتخب المغربي مع حاليا كان يقدم كره قدم جيد. من اعادهم المدرب، لانه كانوا مرفوضين من المدرب الاول. شوف المدرب حالوزيش، على كي جيت ندخل لك في السوجي هذا كنت راح نبدا لك بهذا التصريح اللي تذكرته الان للرئيس الجامعه المغربيه لما طرح عليه السؤال: لماذا اقلت المدرب حالوزيش؟ كيف كان جوابه؟ هو بنى فرضيه ولا دار استلزام خرج منه هذا الشيء. واش قال لهم الشيخ فريد؟ قال لهم: أول يوم فكرت في إقالة المدرب حالوزيتش هو بعد الإقصاء ضد المنتخب المصري في كأس إفريقيا. شوف القاعدة اللي بنى عليها الإقالة. قال لهم: المدرب حالوزيتش بنجومه، حكيمي وكل النجوم التي يعرفها الجميع، انهزم ضد المنتخب المصري المكون من لاعبين محليين من البطولة المصرية، لاعبي الأهلي إلا صلاح. والمدرب الركراكي بالوداد البيضاوي باللاعبين المحليين فاز على الأهلي المصري بنجومه. دار هو واحد الاستلزام، قال لك انا المدرب هذا اللي باللاعبين المحليين فاز لي على منتخب كامل اللي هو الاهلي، والمدرب حالوزيتش بنجومه انهزم مع المنتخب. هذا ربما سبب فني، هناك سبب اخر. هذه الاشياء في الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، شوف الاخ عماد، انا نحاول كيفاه نبسط، كيفاه نوصلوا المعلومه للمشاهد. كاينه واحد الحاجه لازم الناس يعرفوها، اسمها الاشباع ولا التشبع. مهما تكون فزت وحققت نتائج، لانه احنا سي دي زاتر هيومان، احنا انسان، ماشي غير في كره القدم، نحبوا دائما الجديد. يصرى واحد الحاجه يعيطوا له لو بلوكاج مونطال باللغه العربيه. هاني انا بلوكيت بعد بلوكاج باللغه العربيه، لو بلوكاج مونطال، ربما الانسداد الذهني ولا الانسداد الفكري. هنا كتعود تتعامل مع شخص كثير يصرى لك واحد الانسداد هكذا، تحوس على الجديد، وخاصه اذا كانت طريقه تعامل ذلك المدرب صعبه، لازم تحوس على جديد. حالوزيتش كان صعب جدا مع اللاعبين، صرا له بلوكاج مونطال هذاك. والدليل على ذلك تقول لي اون شونج با لونترينور كي غاني اون شونج با ليكيب كي غاني. زيدان ترك المنصب تاعو بعد الفوز بكأس رابطة أبطال أوروبا، لأنه يعلم جيدا ماذا يحدث بعد كما نقولوا واحد التشبع، على باله واش يصرى. هذا واش صرا للمنتخب المغربي بعد تحقيق نتائج إيجابية وسلسلة لا هزيمة والتأهل إلى كأس العالم، وشغل خرجوا من لازم لهم هذاك رئيس الجامعة تفطن لذلك الامر، وعرف باللي العلاقه بينه وبين المدرب واللاعبين والمدرب وصلت لواحد الانسداد غير. والدليل على ذلك انه النتيجه كانت حاضره، دونك لو شوا تاعو صحيح. جابر نعمون. فريد مطاوي، في البلاطو السابق توقعنا ذهاب المغرب بعيدا في هذا المونديال قبل بدايته. هل سيذهب الى ابعد نقطه بمثل هكذا مستوى وبلاعبين صراحه مميزين للغايه، لكن امام منتخب اسباني فاجأنا اليوم صراحه امام اليابان؟ والله انا بودي ان اتوقف عند المغرب، اضافه الى ما قاله جابر. هناك امور، هو جابر توقف عند الجانب الفني والتقني. هناك امور غير رياضيه في سواء في اقاله حالوزيتش او في اسناد العارضه الى الركراكي. فضلا على كل ما قاله جابر، انا اضيف بعض الامور. اولا، القجع أدرك جيدا بأن الخرجات الإعلامية لحالوزيتش لا تساعد السياسة العامة للمغرب وللجامعة الملكية. هذا هو السبب الثاني. لأنه في كل مرة يعني يخرج حالوزيتش إلى رجال الإعلام إلا وتحدث الكارثة، يذكر الجزائر والمغرب يعني يتشنج من هذا الأمر. هذا أول من الناحية الإعلامية. من ناحية الرياضية البحتة، لقجع يدرك جيدا بأن لولا تواجد يعني لقجع في الكاف وفي الفيفا
لما استطاع ليلوزيتش الذي لم يكن يقدم مستوى كبير وكبير جدا مع المنتخب المغربي، يعني تمكن ليلوزيتش من الحصول على عدة مزايا بتواجد الأقجع في الكاف وفي الفيفا، بدليل مثل ما قلت في الحصة السابقة المغرب أجرى التصفيات المؤهلة إلى المونديال ذهابا وإيابا على الأراضي المغربية، وهذه من الأفضليات التي قد لا يجدها ليلوزيتش في بلد يعني في فيدرالية أخرى. لذلك لو لم يكن يعني هذا الدفع من الأقجع من الناحية الإدارية في الكاف وفي الفيفا، لربما المغرب لم يكن بوسعه التأهل إلى مباراة السد. حتى في مباراة السد رأينا بأن أضعف المنتخبات واجهها المغرب مقارنة بالمنتخبات التسعة الموجودة. لذلك أدرك بأن لو ذهب بأليلوزيتش إلى المونديال بذلك المستوى الذي كان يدعمه الأقجع إداريا وبإبعاده لنجوم المغرب الثلاثي المعروف زياش والناصيري وما إلى ذلك، كان يدرك جيدا بأن مستوى المنتخب المغربي لم يكن يرقى لمبارزة بلجيكا وحتى يعني كرواتيا. لذلك يعني تدخل الأقجع في الوقت المناسب، ومثل ما قلت أيضا في الحصة السابقة استلهم من التجربة الجزائرية وعاد إلى الكادر المحلي المكون في أوروبا تماما مثل ما حدث للجزائر مع بالماضي. الفرق ربما بين بالماضي والركراكي يا عماد، المنتخب الجزائري وجد منتخب منهار عكس الركراكي الذي وجد منتخب متأهل إلى المونديال. الله يا فريد، لدينا موضوع طويل عريض على المقارنة بين الركراكي وبالماضي، حبذا لو نترك المشاهدين. شكرا جزيلا فريد. أمين، منتخب مغربي عاد بقوة ينجح في العبور الآن إلى الدور المقبل. يضحك أمين. أمين، الآن المغرب في مواجهة إسبانيا في الدور المقبل، هل تملك إسبانيا فرصة في هذه المباراة؟ شخصيا أرى أن المنتخب المغربي بالمستوى الذي قدمه اليوم تملك حظوظ كثيرة في المرور للدور المقبل، خاصة وأن المنتخب الإسباني اليوم وجد صعوبات كبيرة أمام المنتخب الياباني الذي فاز عليه بنتيجة 2-1. نعود زميلي عماد لمباراة اليوم بين المنتخب المغربي الفوز المهم الذي المحقق اليوم، التأهل هو يعتبر التأهل الثاني بالنسبة للمنتخب المغربي على رأس المجموعة بعد مونديال 86 أين تأهل المنتخب المغربي على رأس مجموعة تضم أكبر المنتخبات في صورة إنجلترا وبولونيا بالإضافة إلى منتخب البرتغال. المنتخب المغربي تأهل للدور الثاني على رأس القائمة منذ مونديال 1998 أين تأهل المنتخب النيجيري على رأس القائمة. يوسف الناصيري كان من بين أحسن اللاعبين اليوم، وهو الذي دخل تاريخ الكرة المغربية بتسجيله في مونديالين متتاليين. حكيم زياش سجل أسرع هدف للمنتخب المغربي في تاريخه والذي جاء في الدقيقة 4. كل هذه المعطيات الإيجابية حدثت في المنتخب المغربي يعني بفضل مدرب اسمه وليد الركراكي الذي غير الكثير من المفاهيم. نعود إلى ما قاله فريد وجابر نعمون بخصوص الفترة التي قضاها المنتخب المغربي تحت قيادة المدرب وحيد حليلوزيتش. وحيد حليلوزيتش بالرغم من النتائج الإيجابية التي حققها على رأس العارضة الفنية للمنتخب المغربي، إلا أنه كانت هناك تشنجات كثيرة بين المدرب واللاعبين. تصور عماد أن المدرب وحيد حليلوزيتش أبعد حكيم زياش، وكان في مشاكل كثيرة مع رومان سايس هذا المدافع الذي تألق في مباراة اليوم وساهم بشكل كبير وحصة كبيرة على فوز المنتخب المغربي بفضل التدخلات وبفضل الصلابة الدفاعية. أعود وأقول أن المنتخب المغربي، عندما نقول أن المنتخب المغربي تأهل إلى الدور الثاني ودخل التاريخ، هذا المنتخب يستحق هذا الاسم لأنه تأهل في مجموعة قوية تضم هذه المجموعة تضم نائب بطل العالم وهو المنتخب الكرواتي، ومنتخب كان في الماضي القريب في المركز الثاني عالميا. أكيد وهذا ما يعني من بين الأمور الإيجابية التي أهداها لنا المنتخب المغربي.